اليوم المنتخب لعب واحد من بين اهم الماتشات في دور المجموعات. تلاقى مع مالي اللي تعرف تدافع وتهاجم في نفس الوقت. مورا ما جاب لينا ابراهيم دياز في الشوط الاول بيلانتي وماركاها، في الشوط الثاني تا هما غيتعادلوا معانا من نقطه الجزاء. هذا الماتش هذا كون ربحناه كان يحسم لينا صداره المجموعه، ماشي بحال دابا كيف ما تشوفوا كاع المنتخبات ديال المجموعه ديالنا عندهم حظوظ باش يتاهلوا. هادشي اللي غيخلينا نلعبوا الماتش الثاني مع زامبيا بواحد ستريس، ولا خصنا نربحوا ضروري ومؤكد. اليوم كان انطلاق ديال الجوله الثانيه من دور المجموعات، بقاو معايا حتى الاخر. اليوم غادي نعرفوا علاش تعادلنا، شنو هما الاخطاء اللي دارهم الكوتش واللي دار كراكي. السؤال صراحه واش بصح نقدروا نديو الكوب هذا العام؟ الصراحه هو انت اللي تقدر دير واحد ابوني ولايك، وما تنسيش دير لي واحد الكومونتير تكتب لي فيه الماتش كي جاك والتوقعات ديالك للجولات الاخرين، وتقول لي حتى كي جاك التنظيم. ففريمون واحد من بين احسن لا ما كانش احسن كان داز في التاريخ. العالم كامل بقى حال فمه حيت حطينا في واحد الاختبار اللي هو الشتا والملاعب كيفاش تتصرف المياه. فلا لاحظتوا الماتش الاول ديال المنتخب ولا كاع الماتشات اللي تلعبوا قبل في الرباط الشتا ما حبساتش، وتيبان لك الطريقه ديال تصريف المياه ما يمكنش. لا كره تتقع لا تيبان لك لعاب زلق ولا ضايت ديال الماء في التيران. بالعكس ما تردوش البال حتى حنا كمشاهدين. وهي هاد الحداقه هادي كنا راها في اسفي. تخيلوا معايا ملعب ما فيه تضايا مدينه غرقات بواد. الحمد لله الشتا بعدا ما دارش لنا مشكل حيت كانت غتشوهنا اكثر ما حنا مشوهين مع المنتخب السياسي. وهاد النسخه هادي نيش من الكان تتشهد لاول مره في التاريخ ديالها المشاركه بتسعود ديال الملاعب. ربعه منهم في مدينه وحده وباقيين جداد، بحال الملعب ديال مولاي عبد الله المونديالي جوهره اللي محطوطه فوق الارض، الملعب الاولمبي اللي حداه صغير عليه. فاش تشد الكاميرا هاد الفيو هذا تيبان لك ملعب مولاي عبد الله مضوي بواحد الطريقه اللي تيخليك حال فمك. وكاين الملعب المدينه ومولاي الحسن، والتراه ديال طنجه حتى هو ابن بطوطه مورا ما تجدد، ولا عالم خور حتى هو ملعب راه ما يمكنش ولا جا تعمر بالجمهور يهرب لك. وفي داك التيران نيت نهار الماتش ديال السنغال الشتا ما حبساتش خيط من السما. فاش تجي تهبط راسك وتشوف الارضيه تلقاها ناشفه. كاين الملعب ديال ادرار في اكادير، التيران ديال فاس، احسن تيران في هاد الحياه، مركب محمد الخامس ولا دونور. فرح بزاف ديال الجماهير وبكى بزاف. اليوم تلعبوا 4 ديال الماتشات، جوج في المجموعه اللي هي المجموعه ديالنا وجوج في المجموعه بي. الماتش الاول كان ما بين مصر جنوب افريقيا اللي ربحته مصر بواحد 0. لعبوا في التيران ديال اكادير، كان عامر بحال اللاعبين في مصر. بداو الميطه الاولى مزيان، محمد صلاح جاب لهم بيلانتي ماركاها، ولكن في الوقت البدل الضائع ديال الميطه الاولى غيخرج محمد هاني بحمراء من مورا ما خدا جوج صفرات. في الميطه الثانيه غيتقلب الماتش 179 درجه، كان غيقدروا يحافظوا على الماتش وغيخرجوا بنتيجه ايجابيه وثلاثه ديال النقاط اللي اهم حاجه. بالنسبه للماتش اللي تلعب في نفس المجموعه كان ما بين انغولا وزيمبابوي اللي غيسالي بواحد الواحد، ومع السونس غيبدا الماتش ديال زامبيا وجزر القمر اللي ما غتكونش فيه شي حاجه صراحه، غيسالي ب 0-0. مورا ما غيساليو مع التسعود بالضبط غيبدا الماتش ديال المغرب ومالي في استاد مولاي عبد الله المونديالي. وليد ركراكي غيدخل بنفس التشكيله اللي دخل بها الماتش اللي فات، غيبدل غير سيس بلياميق ورحيمي بالكعبي. في حراسه المرمى غيكون عندنا ياسين بونو، قلب الدفاع غيكون عندنا نايف اكرد وجواد لياميق، في الاظهره كان عندنا انس صلاح الدين ومزراوي، في وسط الميدان كان عندنا امرابط وناحي والعناوي، في الاجنحه كان ابراهيم دياز واسماعيل السيباري. ايوب الكعبي كان راس الحربه صريح. لعب 4-1 التشكيله اللي مبغاش يبدلها من نهار شد المنتخب. بدا الماتش مورا ما صفر داك خونا في الدقيقه 5 ونص غتجينا واحد الكوفرات اللي غتضربها ابراهيم دياز، ولكن غادي يمشي فوق البارة. نورمالمون في ماتش بحال هذا الزلزولي كان خصو يدخل تيتيلار بحكم انه تيعرف يلعب برجليه وتيعرف يراوغ. في الدقيقه 16 غتجينا واحد الكره ديال البيت، ابراهيم دياز غيصيفط المزراوي اللي غيدخل بها للبوكس، غيصيفط الاوناحي اللي غيلعب هو ابراهيم دياز وانشو. ابراهيم دياز غيصيفط عرضيه لاسماعيل الصابير ولكن ما غاديش يكمل، غيضربها فوق من البار، ضيع منه الجول. كانت شبكه خاويه وضيعها. دقيقه 24 غتجي واحد المحاوله ديالهم ولكن الحمد لله غادي يدوز فوق من الشبكه. هادشي اللي تيبين انهم تيوصلوا لينا، تيقدروا يضربوا الدفاعات ديالنا بجوج ولا ثلاثه ديال لي باس وتيوصلوا للشبكه. غتكون واحد المحاوله ديالهم يقطع عليها ميق ولكن غيلوحها في رجلين ديال الفان ديالهم اللي غادي يصيفطها فوق من الشبكه. الدقيقه 45 غتجي واحد المحاوله ديال ابراهيم دياز اللي غتوصل الكره من عند مزراوي غيدخل بها البوكس، هو غادي يطيح واحد خونا، الكره غتمس ليه ايديه، غيمشي بكره غيعاود يطيح ولكن غيقول لهم الفار رجعوا للفار راه كره مسات خونا الاول اللي طاح. وفغي فاش غيرجع الحكم غيصفر بينالتي حيت ما غيتيقش المره الثانيه غيجيب بينالتي وتقدر ما تماركاش، جابها وماركاها بيديه. هذا كان البيت العاصر لابراهيم دياز في المسيره ديالو مع المنتخب والبيت الوحيد ديالنا في هذه المباراه. في الدقيقه 46 غتجينا واحد المحاوله اللي كانت خصها تكون بيس من بالاريت، غيزقلها ايوب الكعبي بمليمترات قليله، كنا تحرك شويه اسرع كنت تخشات في الشبكه. الدقيقه 60 لاعب ديال قلب الدفاع ديال مالي غادي يشقلب فرقه كامله وغادي يعطي اسيست في الكاري دي زويت. تخيلوا معايا غيشقلب فرقه كامله وغيعطي اسيست في الكاري دي زويت اللي غادي يحبسوا ليها ميق وبواحد التدخل اغريسيف. كون ما كانش مزراوي كاخر مدافع كان غيخرج بحمراء بينالتي وحمراء، ولكن الحمد لله مزراوي كان هو اخر مدافع جاب بينالتي. واش تتخيلوا معايا راه قلب الدفاع ماشي صانع العاب العصره ولا قلب الدفاع، شقلب فرقه كامله جاب بينالتي بالكاري دي زويت اللي تماركاس. ياسين بونو صراحه متلاح الجهه ديال البينالتي ولكن
ولكن تماركات في الاخر. ما عرفتش علاش صراحه دار هذاك التدخل، حيت مزراوي كان غادي يقطع كره، كان غادي يخرج علينا فريمون. المدرب ديال مالي درتنا مزيان بحيث لعب 4-4-1 كاري، طلعت شي بريسينا عرفنا ما تنعرفوش نوقفوا بالبالون ولا بلا بالون، وفعلا قدر يخلق لنا خطوره. تخيلوا معايا مالي في الرتبه 53 في حين حنا في الرتبه 11 عالميا. مالي قدرت تسيطر علينا. تخيلوا معايا في الادوار المتقدمه فاش نتلاقاو مع فريقي اللي تياكلوا الغاز، وشنو غنديروا معاهم؟ فريقي من الشابو اش بدا الميطه الثانيه من مورا ما يتعادلوا معنا بهذيك البيلانتي اللي عطا لهم نيامير. مورا البيلانتي وليد ركراكي غيدير لي شونجمون، يخرج الكعبي وناحي ودياز، وغادي يدخل الاخ النوس زلزولي ونصيري. زلزولي غيولي يلعب في بلاصه صابيري، وصابيري غيمشي لبلاصه دياز. ما عرفتش خلاش خرج ابراهيم دياز في حين هو اللي تيلقى لك الحلول. موراها في الدقيقه 82 غيعاود يدير لي شونجمون، غيخرج صابيري وامرابط وغيدخل في بلاصتهم رحيمي وبن صغير. تعطل فاش خرج امرابط حيت تقايل عيا وما بقاش يواكب لي ترانزيسيون. هاد الماتش هذاك وكان في ادوار اقصائيه وكنا غادي نزيدوا اشواط اضافيه، كنا غادي نخسروا حيت بدنيا بانوا لي اللعابه عياو ما بقاش قادرين يواكبوا التحولات اللي تيديروهم معاهم اللعابه ديال مالي. راه لا طحتي مع الكونغو، مصر، الجزائر، السنغال، شنو غدير معاهم؟ اش غدير معاهم وليد ركراكي؟ تشي عاد نقول لك اش دير معاهم؟ واش سحبتي راسك هاد اللعبه دا غادي يضيم؟ راه ما غاديمش، هذوك راه دبابات، هذوك راه ما يعقلوش. دقيقه 72 يوسف نصيري غيضيع واحد الكره، غتوصلوا الكره غادي يدور ولكن غادي يجيبها في الوسط والكارديان كان تمايا غادي يحبسها. يوسف نصيري دخلوا حتى غندوي نلعبوا بكره طوليه، تيعرف يلعب براسو اكثر من رجليه. كنا صيفط الزلزولي اللي كان بوحدو ما كانش عليه الرقابه، كان في بوزيسيون احسن منه. دقيقه 96 جينا واحد البالا غيطي اللي غادي يسونطريها بن الصغير ولكن غادي يشد الكارديان. الحكم زادهم 10 دقائق. في الدقيقه 100 كانوا غيماركاو على ريوسهم، غادي يضرب واحد الكره عرضيه اللي غتجي في الراس ديال المدافع وكانت غتدخل ولكن الكارديان غادي ينقز عليها، اللي غيمشي باش يكملها انا صلاح الدين ولكن غيتحكم فيها الكارديان. والله تمام صراحه شي عصب، تيبان لك خلل في المنظومه ماشي في الافراد. امرابط اللي ولا ثقيل ما خصوش يبقى يلعب، ونحيو دياز اللي ما كانش خصك تفرط فيهم، شونجيتيهم بكري واللي كانوا يقدروا يديروا لك الحل. اللي ما خصو يزير معنا راسو حيت كنا غنضيعوا الماتش، كنا غنخرجوا خاسرين كاع. تنظيم 10/10. اقوى منتخب في افريقيا فاش تلعب مع افريقيا تيبان اضعف منتخب في افريقيا. اي فرقه تجي تبورد عليك راه صراحه ماشي حاله، وحنا كعناصر كلهم محترفين في دوريات كبار. ونزيدكم وليد ركراكي عنده واحد التنوع في الاختيارات البشريه اللي ما كاينين عند حتى منتخب هنا في افريقيا. وكيف ما تتبان لي مخاسم مع راسك ومع الستاف ديالك، حبذا لو تكيتي وتخليه على الله بنادم اللي يجي وراك، اولا تصغر راسك وتسمع وتعاق وتعرف راسك انت راه ماشي اوعر واحد في افريقيا حيت لعبك ولا مفروش. وحتى من الميزه اللي عندنا في التيران ديال مولاي عبد الله، التيران راه المنتخب الوحيد اللي تيلعب فيه هما حنا، تيتحل لينا تندخلوا نلعبوا فيه تنساليو منه تيتسد، ما تلعب فيه حتى فرقه اخرى، وهادشي اللي غيبقى فيه الحال حتى الفينال. ولا بغينا نبقاو نلعبوا فيه في الادوار الاقصائيه خصنا نجيو حنا الاولين في المجموعه باش المنتخبات الاخرين هما يجيو ديبلاصاو لعندنا يلعبوا معنا ويرجعوا المعسكرات ديالهم. اللعابه غيبقاو مرتاحين. علاش؟ حيت المعسكر قريب للتيران، ما كاين لا ديبلاسمون، ما كاين لا طرقان، ما كاين لا والو. حبذا لو تفيق وليد ركراكي تفيق معاك اللعابه حيت تنحس بريوسنا تنضيعوا. بلا ما ندخل معاكم في المباريات الوديه اللي كانت تيديرهم، تلقى فرقه مكلاسيه 1080 في الفيفا، تيجي تقول لك ربحنا بصعوبه ولكن وكذا وتيبقى يبرر ليها لا. اول ماتش لقيناك لعبنا مع فرقه منظمه زمطاتك وليد، وحبذا لو انها تكون اخر زنطه. وحبذا لو تبريباري التشكيله والفرقه ديالك مع الستاف، راه عندك ستاف زوين، ونشوفوا افكار ديالك في التيران. وكيف ما تنقولها ديما الرباح بالدفاع ماشي بالهجوم. نعاود لكم نكته، المنتخب ديال مالي علاش ما عندوش صحاب؟ حيتاش فين ما تيجي عنده شي منتخب تيقول لي انا سميتي المنتخب الفلان فلاني، وانت تيقول لي انا مالي، تصاحبو تيتكبر عليه وقمعو وتيمشي بحالات. ما فهمتيش؟ ما فهمت. ودير معاك ديك ابون. يلا